السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. مبروك، الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله ربنا نصرنا، الحمد لله، الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها، والله نعمة النادي الأهلي، الحمد لله. مبروك لكل جمهور الأهلي. الحماس اللي كان عندي امبارح، بس ما كنتش في مكان التصوير، ما كنتش اقدر اصور. كل الحماس طلع امبارح، كل الصريخ طلع امبارح، كل الفرحة طلعت امبارح. مبروك لكل واحد اهلاوي، الجمهور الاهلي العظيم. 80% من مصر فرحت امبارح، 80%. مبروك لكل جمهور الاهلي المخلص اللي واقف ورا فرقته، ورا مجلس ادارته، ورا كل الهجوم الشرس من الارذال ومن الاعلام ومن اي واحد ما كانش بيتقي ربنا في مركزه او في مكانه، وبيتقي ربنا وبيعامل الناس زي بعض وبياخد حق النادي الاهلي. مبروك كل واحد وقف ضد النادي الاهلي امبارح، عرف ان هو قد كده اهو. كل واحد اتأمر على النادي الاهلي عرف ان هو قد كده اهو. مبروك لكل واحد اهلاوي، مبروك مبروك مبروك. لو عملت الفيديو امبارح كنا صرخنا مع بعض في الفيديو، لكن مبروك، مبروك لكل واحد اهلاوي محترم. مبروك للكابتن محمود الخطيب، مبروك للكابتن محمود الخطيب اللي استحمل كتير قوي. مبروك يا كابتن محمود، ربنا نصرك، والله العظيم ربنا نصرك. على الارذال، على طلع عمره، على البلطجي، ربنا نصرك على المال القذر والبلطجه. افرح يا كابتن محمود، افرح، ربنا نصرك والله يا كابتن محمود. مبروك لمجلس الاداره، مبروك لكل فرد من الجهاز الفني، للموسيماني وجهازه المعاون، للكابتن سيد عبد الحفيظ، للطاقم الطبي بتاع الفريق. مبروك لكل اللعيبه من اول الشناوي البطل. مبروك لايمن اشرف، بيثبت ان من احسن مدافعين في مصر، مش اللي بنسمع عليهم من ورق. مبروك لياسر ابراهيم اللي اثبت امبارح ان لا هو لعيب كبير، لعيب كبير مر بفتره صعبه لكن بيرجع لمستواه. مبروك لمعالي معلول نجم البطوله. مبروك لمحمد هاني اللي كان بيلعب بالمسكنات، والله مبروك يا محمد يا هاني. مبروك للسوليه، مبروك لحمدي فتحي، مبروك لنجم الماتش قفشه، مبروك يا قفشه. مبروك لاجاييه اللي كان بيلعب وهو مصاب. مبروك للشحات رغم الفرصه الكبيره اللي ضاعت. مبروك لمروان رغم كل الفرص اللي ضاعت منه. مبروك لكل واحد نزل امبارح تغيير. مبروك لكهربا، مبروك لجيرالدو، مبروك لبادجي، مبروك للشيخ، مبروك لكل واحد اهلاوي محترم بيحب النادي الاهلي. انا مش عارف اقول ايه والله العظيم، اقول ايه ولا ايه ولا ايه. البطولة دي، البطولة اللي خدناها امبارح بتاعت النادي الاهلي، انتصار للحق، انتصار للعدل، انتصار للجمال، انتصار للقيم، انتصار للمبادئ، على القاذورات، على السب، على اللعن، على البلطجة، على المال القذر، على صحفيين مأجورين هزازين الدماغ، على رئيس لجنة مؤقتة بيتآمر على النادي الأهلي ومش عارف قيمة النادي الأهلي، على وزير ما يعرفش قيمة النادي الأهلي. مبروك لكل أهلاوي. البطولة دي ضد زي ما أنا قلت المال القذر والبلطجة، انتصر عليهم الحق، انتصر عليهم المبادئ والقيم. مبروك لكل جمهور النادي الأهلي. كنت عاوز أتكلم في حاجات كتير والله، مش عايزين نتكلم في فنيات ونقول مين الوحش ومين الحلو. عاوزين ما نبصش لاعلام الاعلام البليله. اعلام البليله يعني عاوز اقول له بطوله ابطال افريقيا للكبار مش للقلل، بطوله كاس العالم للاهلي وبايرن ميونخ والانديه الكبيره. انتوا تتفرجوا علينا في التلفزيون بس، تقعدوا كده بالشورت وتقعدوا تتفرجوا علينا، تاكلوا بليله وبتبصوا وبتشوفوا الاهلي بيلعب ازاي مع الكبار. ربنا نصرنا على البلطجي الزلنطحي، ربنا نصرنا على الخطه اللي كانوا عاملينها،
عشان كانوا عاوزينه يكسب عشان يستمر. ولسه مادام الوزير قاعد خايف ياخد قرار ممكن كبير قوي ان هو يستمر. لكن هنقول ايه؟ هم كده الزملكاويه قلل، هم كده الزملكاويه كذابين، هم كده منافقين، هم كده. احنا شفنا اعلامهم امبارح بيقول لك الواد خالد الهبدور او خالد الزنطور او خالد الطرطور، اي حاجه زي ما انتوا تقولوا، بيقول لك الجماهير دخلت ازاي، جون مش عارف شيكابالا ب3 اجوان. هم بيقولوا كده الناس من عندهم. عاوز اقول لهم المرحوم الجون اللي جابه ده ربنا يجعله في ميزان حسناته، وبعد الماتش هيخش التراب تاني، هيروح فين؟ مين اللي شال الكاس في الاخر؟ لكن هنقول ايه؟ اعلام مضلل، اعلام ضلال، اعلام الضلال. كل مسؤول واحد عن الاعلام مفروض يوقف هذا الاعلام اللي بيضل الناس. والله جمهورهم اللي بقول لك ما يجيش 50,000 او 100,000 خلاص مخهم اتلحس. بيقول لك جون شيكابالا اهم من البطوله، مخهم ضارب. طب نعمل ايه؟ مبروك لكل الاهلاويه، مبروك لقفشه، ضربه قفشه جابت النهيه. هو ده. مش قادر اتكلم عنهم، لكن عاوز اقول زي ما يعني اكرر كلامي في الحته دي. بطوله افريقيا اثبتت ان كل الحق، المبادئ، القيم، الاخلاق هي اللي بتنتصر في الاخر لكل شاب صغير، لكل ناشئ، لكل بنت، لكل ولد. بصوا على الصراع اللي كان حاصل بين الحق بمتمثل في الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته والنادي الاهلي وجمهوره، وبين الباطل ومال القذر والبلطجه متمثله في الزلنطاحي وطال عمره وكل المؤامرات اللي تمت. وانتصر الحق في الاخر. قولوا لهم، احكوا لهم، قولوا لهم بصوا، قولوا لهم شوفوا، مفيش بلطجه ولا صوت عالي بيستمر فايز على طول. لازم هيجيله وقت ويبقى مكانه تحت في الارض، تحت، يبص بعينه من لفوق، يشوف فين مكان الحق والجمال والقيم والمبادئ. هيلاقيهم فين؟ هيلاقيهم في كاس العالم للانديه. وهم فين؟ قاعدين بيتفرجوا عليهم في التلفزيونات. قولوا لاولادكم، لكل نشء صغير، لكل ولد صغير، لكل بنت، قولوا لهم هينتصر الحق. والله مهما طال الظلم او الضلمه هيطلع النور في الاخر. والله العظيم هينتصر النادي الاهلي، ان هو الحق، ان هو الجمال، ان هو المبادئ، ان هو القيم. وهيخسر الزلنطاحي ابو لسان طويل، السباب، اللعان، الخائط في الاعراض، ما يقعدش بين البشر والبني ادمين المحترمين. تحيه كبيره للكابتن محمود الخطيب، ربنا نصرك يا كابتن محمود. احنا النهارده عاوزين نفرح، مش عايزين نتكلم عن الناس دي كتير. مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، مبروك مبروك مبروك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.